بفضل الله. ان شاء الله. اخيرا بقى يا كابتن كلمة لجمهور الزمالك والمجلة والشعبين المصري والليبي اخيرا يعني. يعني للمجلة بشكركم على الحوار ده جدا، ونتمنى يبقى في تواصل بيني وبينكم، واتمنى لكم التوفيق، ربنا يخليك. ولما نشوفكم كده ان شاء الله في صفحة المجلات العالمية ان شاء الله. ربنا يخليك. يعني للجماهير المصري والليبي بتمنى لهم ان شاء الله يكون في ود واخاء وحب بيننا وبين بعضينا، نفس الظروف اللي بنمر بيها كلنا بنحس ببعضينا. يعني نتمنى للشعب الليبي ان شاء الله كده والشعب المصري خروج من الكبوة اللي احنا فيها ديت، التكاتف والحب والاخاء، ده اللي هيجمعنا. احزانهم هي احزاننا وافراحهم هي افراحنا، فكلنا بأحاسيسنا ومشاعرنا كلنا معاهم في ليبيا هناك. نتمنى لهم ان شاء الله دوام التقديم والنجاح بامر الله، وهكذا برضو مصر والشعب المصري نفس المشاعر نفس الاحاسيس يعني. بتمنى بتمنى لجميع نادي الزمالك طبعا جماهير كبيرة ووفية جدا. بتمنى لهم الثبات والصبر في الفترة اللي جاية، الوقوف طبعا جنب كابتن حسن واللعيبة واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. يعني دايما اقول ان جميع نادي الزمالك هم السبب الرئيسي في فوزنا بأي بطولة وفي صناعة يعني ربنا سبحانه وتعالى هم في صناعة النجم، وانتوا بتعملوا النجوم، انتوا اللي بتعلوا الأجهزة وبتعلوا النجوم وبتعلوا اسم ناديكم اكيد. فالنادي مش هيالا الا بيكم. ان شاء الله يا كابتن. انتوا ما قصرتوش مع نادي الزمالك ودايما واقفين وراه، فبتمنى لهم ربنا يوفقهم ان شاء الله بقى، ويكلم مجهود كابتن حسن بالبطولات تقدر تسعد الجماهير الكبيرة وكبير نادي الزمالك. ان شاء الله يا كابتن. شكر جدا يا كابتن، واسف على الازعاج في العبد. لا تحت امرك، ربنا يكرمك، شكرا جدا. شرفنا جدا يا كابتن. ربنا يعزك.